في ناس بتقبض ألوفات وبيعيشوا كأنهم مفلسين، وفي ناس دخلهم بسيط وبيعيشوا برضا وبسلام وبكرامة وبيحسوا إن الدنيا كلها في حضنهم. ليه؟ عشان عرفوا يديروا اللي في إيديهم قبل ما يطمعوا في اللي في إيدين غيرهم. المعادلة بسيطة جدا. لو كنت مستني تمتلك حاجة علشان تحس إن أنت غني، فأنت في الحقيقة فقير، لأنك علقت إحساسك بنفسك في شماعة بره عنك. وكل ما توصل لهدف هتلاقي هدف تاني بيشاور لك من بعيد، وكل ما تشتري حاجة هتشوف إن في حد تاني عنده حاجة أكتر، وتبدأ بقى تستهلك روحك في مقارنة ملهاش نهاية. اسمع الحتة دي، الثري مش اللي عنده كتير، الثري هو اللي مش محتاج كتير. اللي عنده طيارة ومش عاجباه علشان غيره عنده طيارتين هو فقير، لأنه فاقد نعمة الرضا وفاقد معاها نعمة الامتنان اللي هي المفتاح الحقيقي للغنى. الثراء الحقيقي بيبدأ من جواك، من إنك تبص على اللي معاك وتقول ده كفاية وأنا مبسوط بيه. ومن هنا بتبدأ تتفتح ليك أبواب رزق مش بتتفتح غير للي راضيين وبس. عارف إمتى تبقى غني فعلا؟ لما تقدر تقول لنفسك أنا مش ناقصني حاجة علشان أكون مبسوط، أنا مش هستنى إني أوصل لرقم معين علشان أحس إن ليا قيمة. أنا قيمتي مش في فلوسي، مش في رصيدي، قيمتي الحقيقية في قلبي وفي رضايا وفي وعيي. إدارة الدخل أهم من زيادته، وإدارة العقل أهم من أي دخل. لو فهمت دماغك وحررت نفسك من وهم المقارنة وسكت صوت الاحتياج اللي جواك، مبروك، انت كده بدأت رحلة الثراء الحقيقي. واللي عايز يكون فعلا ثري لازم يبدأ من هنا. انا ممتن حتى لو مش معايا كل اللي نفسي فيه. انا غني لاني مش عبد لأي شيء، انا غني لاني عبد لإله كريم وغني.